يا صباح الفل. تعالوا نعمل النهاردة صنف حلو مع بعض، سهل جدا وبسيط ومن بواقي كانت موجودة عندنا في التلاجة. هنطلع العظمة اللي قدامكم دي وبمقادير سهلة جدا وبسيطة وموجودة عندك في البيت. بص طالع معايا روعة ما شاء الله، وحاجة كنت هرميها قلت استغلها واعمل منها حاجة حلوة وطعمها جميل ولذيذة جدا. يلا اعملي لي متابعة، كومنت حلو منك وحطي لي لايك، وتعالي نشوف عملنا العظمة دي ازاي ونشوف المقادير بتاعتنا. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا، حلة، طاسة، صينية، اي حاجة موجودة عندك. هنجيب الحلة وهنجيب لبن. هنحط كوباية ونص لبن على المقدار اللي انا هعمله. انا هعمل مقدار صغير على قد الحاجة اللي باقية عندي في التلاجة. حطيت هنا كوباية ونص لبن، حطيت كوباية وادي النص كوباية. احط عليهم معلقة ونص سكر، يبقى كوباية ونص لبن حطيت عليهم معلقة ونص سكر. عايزة تزودي سكر زودي، انا ما بحبش الحاجة مسكرة. وهنزل عليهم كمان بمعلقة كاكاو خام، معلقة كبيرة كاكاو خام. وهنحط عليهم معلقة ونص نشا. كل كوباية لبن بتاخد معلقة نشا، فانا عشان حاطة كوباية ونص لبن حطيت معلقة ونص نشا عليهم. ونقلب المكونات دي كده معانا على البارد قبل ما نرفعها على النار. نقلبهم تقليبة كويسة كده بالمضرب او بالمعلقة قبل ما نرفعها. خلي المكونات كلها تدخل مع بعضيها والسكر كمان يدوب. وهنديها اضافة صغيرة كمان عشان نطعمها اكتر ونخليها غنية كده. هنديها مكعبين مكعبين كاكاو خام او شوكولاتة مطبخ، مكعبين شوكولاتة مطبخ. ونرفع بقى على النار، بس هنحط الاول كمان مكعب زبدة، او لو عندك زبدة حطي زبدة، عندك سمنة حطي سمنة، ما ينفعش تحطي زيت. انا حطيت سمنة عشان ما كانش عندي زبدة. ارفعهم على النار واقلبهم كويس. اللي على الوش ده السمنة عشان طبعا المكونات كانت ساقعة والجو ساقعة كمان، فالمكونات عملت مع بعضيها كده. فنقلب كويس لعند ما القوام يبقى تقيل معايا او كريمي بمعنى صح. تقلبي كويس كده، ايدك فيها تقليبه على طول عشان ما تكلكعش منك. بص القوام بقى كريمي معايا كده، وهوريهولك برضو بالمعلقه كده قوامها حلو قوي. هنطفي بقى البوتاجاز بتاعنا ونروح نكمل الوصفه بتاعتنا. انا كان عندي كيك في التلاجة ما فيش حد هياكله، فقلت بدل ما ارميه استغله واطلع منه صنف حلو. انا كان عندي الخمس قطع دول بس، فانا هجيب الطواجن بتاعتي. انا هعملهم في طواجن او كوبايات، اطباق، كاسات، الموجود عندك اعملي فيه اي حاجة، يعني مش هيقول لا. فهكسر الكيك كده، افرفته واحط في كل طاجن حتة كيك على قد الطاجن. بس لازم تكسريه كده عشان ما تبقاش حتة واقفة كده ومكلكعة في قلب الطاجن، وعشان لما تحط الخليط الكيك يشرب من الخليط كله. فنعمل الطواجن كلها بنفس الطريقة، نكسر الكيك بتاعنا كده. هما كانوا 5 قطع كيك، فانا هجيب طاجن كمان اعمل فيه لان دول 4، فكل طاجن حطيت فيه حتة كيك. ادي الكيك بتاعنا خلاص اهوت. وهننزل بقى بالخليط، والخليط هدي معاه شويه، وحتى لو الخليط سخن مش هيأثر على الكيك بتاعنا. ممكن بدل الكيك ده تعمليها بالبسكوت، يعني مش عندك كيك ممكن تجيبي بسكوت، حتى بسكوت المدارس ينفع، بسكوت من السوبر ماركت، اي بسكوت عندك ينفع. نفضي بقى الخليط على وش الكيك كده، ونظبط الطواجن بتاعتنا وهنشكلها. نبص زيناها باي حاجه موجوده عندك بقى. انا كان عندي شوكليت شيبس حطيت شويه على الوش، عندك فورماسيل بني، فورماسيل الوان، عندك جوز هند، عندك مكسرات، اي حاجه موجوده عندك. انا حطيت الشوكليت شيبس وكسرت اللون كده بشويه بشويه جوز الهند زي ما شفتها في اول الفيديو كده. بس طبعا المقطع ده ما تسجلش. وده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. بس حطي لي لايك واعملي لي متابعة وكومنت حلو منك. مع السلامة.